رقاق باللحمة في العيد الأضحى. معانا رقاق اهو، رقاق بلدي بسم الله ما شاء الله، الرقاق المصري. معانا ربع كيلو لحمة مفرومة، بصلة ناعمة، بصلة حمرا، معانا جزر، معانا فلفل ألوان، فصين توم. يلا بينا نعمل طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة في العيد الأضحى، طريقة جميلة وحلوة. يلا بينا يا قشطة. عشان أعمل شوربة الرقاق معانا عظمتين كده، أهم حاجة العظم ده بتاع الذبيح أهو، بحطها في مية ساقعة بسم الله ما شاء الله، بحط دول كده تمام كده جميل. معايا البصل وورق لوري وفصين توم، دي كده علشان طريقة عمل شوربة الرقاق باللحمة المفرومة في العيد. تمام كده جميل، ابقوا معانا. لازم اعمل شوربة سمينة حلوة كده علشان يبقى الرقاق له طعم جميل. ابقوا معانا. عشان اعمل اللحمة المفرومة على الصاجة بتاعت الرقاق، بحط لحمة ربع كيلو لحمة مفرومة كده، نقلب كده جميل بسم الله ما شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، عيد أضحى مبارك عليكم وعلى العالم كله يا رب. كده احنا بنشوح اللحمة المفرومة علشان نعمل صينية رقاق باللحمة المفرومة في العيد الأضحى، طريقة جميلة وحلوة. حاولي انك انت ما تحطيش، ما تيجي تعملي لحمة مفرومة ما تحطيش سمنة ولا زيت، استخدامي اللحمة المفرومة كده لان اللحمة المفرومة بيبقى فيها دهن. تمام كده يا قشطة. وانا على الوضع ده بنزل بالبصلة، دي بصلة مبشورة، بنزل عليها معلقة فلفل اسمر اهي، دي اهم حاجة واهم تكة في الموضوع كله. قلب قلب كده يا جميل، الله على الريحة. ابشري بصلة للحمة المفرومة، واعملي بصلة تانية قطعيها حتت رفيعة. تمام كده جميل. واتفرجي بقى شوفي الاكلة الحلوة دي كده. بسيب دي تتعصب، بضيف معلقة كزبرة ناشفة، سنة شطة سنة، وبعدين بحط معلقة ملح، اظبط الحجم بتاعها، ده ربع كيلو، دي معلقة ملح، ونسيبها على نار هادية. تمام اهي، قلب كده بسرعة جميل. في الوقت ده بنزل بالبصلة العادية اللي هي متقطعة، قلب قلب كده جميل. اعملي الطريقة بتاعت البصلة دي والبصلة المقطعة على الوضع ده يا جميل. بنزل بالفلفل الالوان اهو، الربع كيلو هيبقى نص كيلو لحمة. بالطريقة دي بخليه فوق كده. تمام. بنزل بالجزر كده، بخليه على الحر. الجزر ده جزرة مبشورة، دي بتمنع الحموضة، عشان لو حد احنا ما بناكل الرقاق عشان فيه دسم كتير، في بعض الناس بيجي لها حموضة. الجزرة دي بتديكي طعم في الاكل، وفي نفس الوقت انها بتزود كمية اللحمة المفرومة وبتمنع الحموضة. يعني بدل ما احط سكر، لا انا بستخدم هنا الجزرة
بعملها طول حياتي كده. شايفين الجمال والحلاوة؟ بحط فص توم مفروم، دي توم مفروم كده على الجزرة، كله ياخد من بعضه اهو يا جميل، واسيبها على نار هادية. تمام. كل اللي عليا ان انا هغطي عليها اهي واسيبها. ابقوا معايا كده يا جميل. بسم الله ما شاء الله. شايفين الحلاوة والجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله. ادي اللحمة المفرومة، دي اللحمة المفرومة اللي انا عسقتها كده، هي جاهزة عشان نحشي بيها الرقاق المصري او الرقاق الطري او الرقاق الناشف. تمام. ابقوا معانا. طبعا انا سايب المعلق على الحلة التانية. شايفين ادي حشو الرقاق اهو. بسم الله ما شاء الله. عامله على نار هادية خالص. تمام. وفي نفس الوقت معلق على الحلة التانية اهو الشوربة بتاعت الرقاق اهو. تمام يا جميل. ابقوا معانا. في على اللحمة المفرومة كيس بهارات من 11 بهارات كده من مرقة كنور. تمام. والتكة الحلوة الجميلة هتضيفي معلقة كزبرة على شبت، بتودي اللحمة المفرومة والرقاق في عالم تاني. جربي الفكرة دي وسبحان الله انا بعملها على طول. بعمل الرقاق وبحط معلقة كزبرة على شبت على بقدونس كده في النهاية قبل ما بحشي الرقاق. تمام كده يا جميل. ابقوا معانا. دي المرقة او الشوربة اللي انا هعمل بيها الرقاق. شايفين الماسورة؟ لما تيجي تعملي شوربة دايما دي الماسورة بتاعت العجل بتاع العيد الاضحى، دي الشوربة بتاعتها. شايفين الشوربة؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين حاجة جميلة وحلوة. هصفي الشوربة دي شوربة الرقاق او شوربة اللحمة، هصفيها كده. بسم الله ما شاء الله. وابقوا معانا. صفيت الشوربة اهي. بسم الله ما شاء الله. هقول لكم على تكة بسيطة. معايا بيكنج باودر بتاع ريم، بحط معلقة بيكنج باودر هنا. شايفين؟ دي بتخلي يعني معلقة شاي بتخلي الرقاق مورق ومش بيلزق في بعضه. حاجة جميلة وحلوة. اعملي الخطوة دي اول ما تعملي الشوربة اللي احنا هنسقي فيها الرقاق للصينية. تمام. ابقوا معانا. تكة حلوة او هتعمليها قبل ما تعملي الرقاق. معانا فص توم كده بنحطه على معلقة سمنة. التكة دي سر من اسرار الرقاق، صينية الرقاق. تمام. يحمر بس يصفى يعني يبقى دهبي كده. خلي بالك عشان ما تحرقش منك. دي سر من اسرار الرقاق. معايا حبايه طماطم مبشوره كده واروح حاططها هنا. دي هتودي الرقاق صينيه الرقاق في عالم تاني. هيبقى الرقاق كده جميل وحلو. تمام. دي هنضيف التقليه دي على الشوربه اللي انا هعمل منها الرقاق. تمام. دي سر الرقاق باللحمه المفرومه اهي. الطريقه دي افخم المحلات بتعملها وبتخلي الرقاق بسم الله ما شاء الله. اعملي الخطوه دي وجربيها. تمام يا جميل. هتضيفي نص معلقه سكر اهي. هو دي السر في صينيه الرقاق. دي السر في صينيه الرقاق يا جميل اهي. بنسيبها بس تتسبك شويه.
بعد ما اتسبكت كده بحط لها كبشة شوربة، واروح واخد الشوربة بتاعتنا اهي، دي اللي انا هعمل فيها الرقاق. تمام. واروح حاطط الصلصة دي عليها. تمام كده بقى. يلا عشان نسقي الرقاق بتاعنا الجميل لعيد الأضحى. شايفين؟ هو دي سر الرقاق. تمام يا جميل. معانا دي الصينية اللي انا هعمل فيها الرقاق. بدهنها كده حتة سمنة بلدي او سمنة عادية، دهن الاحراف كده يا جميل. بسم الله ما شاء الله. بسقي الرقاق في الشوربة اهي. بسم الله. بحط كده جميل. بسم الله ما شاء الله. طريقة عمل صينية رقاق في العيد الكبير اهو. انا بحط 3 و3 او 4 و4. تمام يا جميل اهو. حاجة جميلة وحلوة. بس ما تنسيش ان كده لما تيجي تحطي، حطي البيكنج باودر على الشوربة قبل ما تحط تمام يا جميل. طريقة جميلة وحلوة. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. توزع كده جميل. ازاي تعملي صينية رقاق في العيد الكبير. معايا اللحمة اللي انا عسقتها. بسم الله ما شاء الله. افرد كده يا جميل، وكلي ولادك وجوزك. بسم الله ما شاء الله. طريقة عمل لحمة مفرومة بالرقاق في العيد الأضحى اهو. يا رب يكون عيد سعيد عليكم. الربع كيلو بسم الله ما شاء الله بقى نص كيلو. تمام. زود كده يا جميل. احلى صينية رقاق تاكليها في العيد، عشان حتة الخرطة تطلع كده بخرطتها. تمام يا جميل كده. كل عليا بس ان انا بضغط عليها عشان لما اجي اقطعها الخرطة تطلع بخرطتها. هنبدأ نحط رقات الباقية. بسم الله. ودايما ما تحب تجيبي الرقاق هاتي الرقاق الوسط. تمام. طريقة عمل الرقاق صينية رقاق في العيد
بسم الله ما شاء الله اهي. طبعا انا هعمل وابقوا معانا تمام عشان مش هطول عليكم الحلقة. هقفل الرقاق ده وابقوا معانا. صينية الرقاق باللحمة في العيد الكبير هدخلها بقى الفرن يا جميل وابقوا معانا. بسم الله ما شاء الله. خش يا جميل ابقوا معانا يا جميل. باللحمة المفرومة في العيد الأضحى أكلات من أكلات العيد. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوة؟ بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ هسيبها تبرد عشان اقطعها تمام. ابقوا معانا يا جميل. رقاق باللحمة المفرومة في العيد الأضحى. شوف كده يا جميل. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوة؟ بسم الله ما شاء الله. حط هنا يا قشطة. طريقة جميلة وحلوة. الحتة بتتقطع لوحدها اهي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. طريقة جميلة وحلوة. يا ريت لو عجبتك الحلقة يا جميل دوس لايك. شايفين الجمال والحلاوة؟ رقاق باللحمة المفرومة في العيد الأضحى اهي يا جميل. بسم الله ما شاء الله. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. نقول في رعاية الله وأمنه. في حلقة قادمة يا جميل. رقاق، صينية رقاق باللحمة في العيد الأضحى في رعاية الله. وكل سنة وأنتم طيبين. يكون عيد سعيد عليكم يا رب وعلى الناس كلها والعالم كله يا رب. ربنا يكبر بخاطرك اللي تحط لي لايك وكلمة طيبة منك بالدنيا كلها. في رعاية الله وأمنه. مع السلامة.